خلينا نحكي شوي، كيف الخط عندكم على ضيعة السير؟ والله يا عمي ما فهم منهجي في تسيير الخطى بما يتناسب مع المعايير الموضوعة، لأنه هالمعايير لما الذي بدها تستجل إشعارها بما هي عليه من اقتسام، يعني بدها لازم تجري بكل سلاسة ومرونة. يعني في شيء اسمه تنظيم ما وراء الواقع، وفي شيء اسمه ضمن الأطر الحيثية والاجتماعي. فنحن لازم يكون هالتنظيم عندنا عبارة عن فطرة وما عبارة عن قوانين مسيرة، لأنه دائما القوانين بتحط حاجز بين الإنسان وبين الانضباط وبتلغي عملية الانطلاق الذاتي. فلازم تكون هالقوانين منبعثة من صميم الفرد نفسه منشان تجري بما يتماهى مع عقيدية هذا الوجود. يعني تتحول من أحكام، يعني ما في سير. يعني ما في سير. ما في سير، لا والله. طيب يعني كيف السير عندكم؟ قلة باصات، عقود، شو المشكلة الأساسية بالسير على الضيعة؟ والله المشكلة في زيادة من حيث الكم، بس في انخفاض من حيث الكيف، يعني ما في التزام. يعني هاي المشكلة. يعني صاير الأهواء هي الذي يعني متلعب عجلي في تسيير الموازين، مو الانضباط، مو أسس ثابتة هي الذي بتحدد هيكلتها على أرض الواقع. طيب باصات النقل الداخلي كيف توصيلها لكم من ضمن المدينة على الكراج؟ والله باصات النقل الداخلي يعني في نوع من الارتكاز المؤسس لمنحها، غير يعني الميكرو. دائما باصات النقل الداخلي يعني بتوفر كثير من المعمعة ومن الخضم التفاعل مع هذه الكثائف الموجودة في حيز التركيب. ف يعني متوفر. توصلكم على قلب الكراج واللي لا عم توصلكم على نقط معينة وتترككم؟ لا، عم توصلنا على نقاط بتشكل بقى البوصلي وبتشكل بقى العصب والهيكل العظمي لكل المفترقات يعني. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا.